الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن قيم القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الصحابة الكرام فقال في المهاجرين: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال عن الأنصار رضي الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمهاجرون لا شك بأنهم أفضل من الأنصار، فقد قدمهم الله سبحانه وتعالى وقدم ذكرهم على الأنصار، ولا يبغض الأنصار إلا منافق كما ورد في الحديث الصحيح. ثم قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم إخواننا، وكما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهنا تأكيد وتقرير بالإخوة الإيمانية، فهم إخواننا، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى لنا جميعا معشر المؤمنين أن نكون إخوة متحابين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما في البخاري الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوة متحابين فيه سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أحسست فيه كأن سطوره فجر وعين.